بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل العزيز عبد العزيز البكر في الاستوديو التحليلي، وشكرا لضيفيك الكريمين الكابتن صالح الداوود والكابتن ابراهيم العنقري. مشاهدينا الاعزاء، متابعينا في كل مكان، طابت اوقاتكم عبر الرياضيه السعوديه في كل مكان. هنا عاصمه الربيع، هنا الباطن، هنا الاجواء الجميله الرائعه الساحره، هنا في المدينه الرائعه والجميله، هنا حفر الباطن. تاسع جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. النصر الجريح لجولات سابقة يحل ضيفا ثقيلا على المنتشي والذي قدم صورة رائعة. هنا السماوي، هنا حفر الباطن، هنا نادي الباطن ب11 نقطة مع مدربه خوسي أنطونيو جاريدو البرتغالي الذي قدم مباريات رائعة. تاسع وأول فريق النصر، هذا عبد الرزاق داخل منطقة الجزاء الأولى التمريرة، لكن برافو ساحة عبد الرزاق، انطلق عبد الرزاق من الأول، وتدخل من المدافع، وراية وتسلل. عبد الرزاق حمد الله كان في موقف تسلل. مارتينيز يتقدم، النصر اليوم بحالة أفضل. هذه غريبة عجيبة من سامي النجعي صاحب الهدف في المباراة الماضية في الكأس. مرابط وبيتي راح يلعبها بيتي لعبها والسهلة وصلت إلى حارس المرمى كامبانيا. حارس المرمى مارتن كامبانيا دعم كرة للأمام، محاولة تسديدة جميلة جدا، رائعة جدا لفريق الباطن. جميل السماوي وردة الفعل، هذا محمد رايحي سدد الكرة، اللاعب الهولندي من الأصول المغربية سدد الكرة، لكن حاول سعد خيري تغطية إلى خارج أرضية الملعب وإلى رمية. محاولة مارتي لعب الكرة العرضية، برافو حارس المرمى. قدم كثير يوسف الجبلي اليوم، ما راح يتقدم كثير. هذه كرة للأمام وعدت إلى خارج أرضي، ما راح يبقى الحال على ما هو عليه. لعبت محاولة للأمام، والله ما يكون المتقدم، ما يكون لعب الكرة عالية ومارتينيز، وخطأ لمصلحة حارس المرمى. مارتن كامبانيا ما هو بالحارس الطويل يعني على فكرة. حمد الله مسجل 3 أهداف في مواجهة الفريقين، وتسديدة من مرابط إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. يحاول النصر من كل يلعب الكرة، النجع لعب كرة للأمام في محاولة لكن تغطية دفاعية. أقبل الأمام، محاولة وانطلاقة لفريق الباطن. السماوي يلعب الكرة ويتدخل بايكون، لكن الحلول وين تحضر؟ من اللي يكون عند الحل؟ الوصول إلى الشباك، إلى سعد خيري. شوف انطلق الآن سعد خيري على اليمين، محاولة عرضية لكنها بعيدة طويلة، عدت إلى خارج أرضية الملعب. شوف أول تقدم لسعد خيري، مر الغنام من الأول، محاولة تسديدة لكنها ضعيفة من الغنام. شوف الرؤية عند علام في هذا المكان، ممكن يبحث عن المساحات. يروح الآن سعد خيري يا ولد على المهارة. هذه الكرة اللي تقدم من خلالها الغنام، سدد ووصلت المحاولة انطلاقا الآن للسماوي، محاولة تسديدة غيرت اتجاهها، عدت إلى خارج أرضية الملعب من محمد رايحي. هذا هو محمد رايحي، لاعب جميل جدا الخيبري. حاول محاولة وخطأ، في مكان خطير جدا لمصلحة فريق النصر. تالي خطأ الآن. عبد الرزاق عينه على الشباك، ما محاولة تسديدة اصطدت عند الحيطة. شوف بحث عن العرضية، مر بالمهارة فابيو أبوال الأنغولي، محاولة محمد رايحي، تسديدة من محمد لكنها اصطدت. جميلة جدا الهجمة المرتدة لفريق العالية. راح راكان الشملان، راح السماوي من الأول، حكم المباراة قريب والسماوي يتقدم، يلعب كرة بالخلف، محاولة عند يوسف الجبلي، ممكن يسدد، تأخر فيها، فكر أنه يرجع مرة ثانية، هجمة مرتدة. بدينا نشوف حتى المساحات. هذا الفريق ضيف الله القرني، بيتروس يتدخل، يلعب الكرة مرابط، لعبها عالية لكن تغطية من شاندرو. سلطان الحربي يتحدث مع اللاعب. يوسف جبلي، يوسف يلعب الكرة لكنها خلصت. شوف محمد، ما زال النصر يبحث عن الجول الأول، محاولة تسديدة وبرافو تحاول فيها بيتي. مارتينيز يتقدم من أمام 2 لكن فقط محمد. شوف محمد انطلق، محاولة للأمام، محاولة داخل منطقة الجزاء ولكنها سهلة، وصلت إلى ركلة مرمى. سلطان الحربي يرفض الحديث مع اللاعبين، يقول إذا لا شيء، أعطى القرار
سلطان الحربي بعد الحديث مع أحمد الرميخاني قال لا شيء في اللقطة الأخيرة، لا شيء، اعتبره تدخل طبيعي، وبالتالي سلطان يحاول فيها نور الدين لعب الكرة البعيدة العالي أقرب إلى يد المرور، يبحث عن المرور، يبحث عن المرور، مرة مرابط محاولة تسديد لكنها ضعيفة بهذا الشكل، وصلت إلى حارس المرمى مارتن كمباني. الفتاح عسيري، هذه كرة ملعوبة للأمام، محاولة انطلاقة عرضية لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية. يوسف الجبلي حاول ولا نقلة للأمام، يحاول فيها يوسف الجبلي يلعبها بهذه الطريقة بعيدة. نصر محاولات في مساحة من الأول، محاولة من سامي النجعي وتدخل عليه، محاولة الأمام، لعبة للأمام، سعد خيري تقدم، سعد يبحث عن العرضية لكن يشارك خالد الغنام. هذه كرة طويلة وعالية، محاولة تحولت بالراس وخطأ على فريق الهلال. عبد الرزاق تقدم، عبد الرزاق حاول من الأول، حاول يمر، تغطي عليه، محاولة، هدف أول للنصر، نعم هدف أول للنصر، هدف أول للبديل، هدف أول للغنام. لأجل ذلك نعم فيتوريا عمل هذا التغيير، أسرع بديل من يسجل. لم ينجح عبد الرزاق لكن نجح الغنام في التسجيل، هدف أول للنصر، يعالج في كل ما مضى من خلال هذا الهدف، والغنام يسجل أول أهداف النصر بعد ينتظر، وفريق الباطن ما زال ينتظر، وما زال سلطان الحربي ينتظر. حكم المباراة تسلل، راية وتسلل، هذه مو راية الحكم المساعد. بعد العودة إلى تقنية الفار والخط ألغى الهدف. خالد الغنام كان ألغي الهدف، لكن الكرة كانت جميلة، لعبها مرابط بشكل رائع، تقدم من خلال عمق، لعب الكرة لعبد الرزاق، محاولة عبد الرزاق، هدف أول وشالها حارس المرمى. عبد الرزاق حمد الله حتى لو لم يكن يعني في وضعه الطبيعي يتمنى. عبد الفتاح عسيري هو الاسم القادم في فريق النصر، خلاص غادر عبد الرزاق حمد الله. ورائد الغامدي ما هو علي حسن، نعم رائد الغامدي، تبديلين، عبد الرزاق غادر، رائد الغامدي المهالة، هدف أول، تسديدة وتغطية دفاعية إلى مارت، يلعب الكرة، لعبها بشكل رائع جميل، محاولة أمام المرمى، شالها حارس المرمى بشكل رائع جدا. حارس المرمى متمكن هذا الحارس، تابع الخطأ الآن، مايكون يسدد بعيد، يلعب الكرة، محاولة الآن نصراوية عرضية، ولا شوف هذه الكرة والتحرك، لعبت تخلصت خطيرة، وادخل من وسط 3 لاعبين، تدخل الآن عبد الفتاح، تسديدة لكنها بعيدة، عدت داخل منطقة الجزاء، محاولة الغنام، ضغط عليه، يلعب الكرة، وضيف الله القرني على اليمين، رايح يتقدم، يحاول يبحث عن العرضية، لعب العرضية والتغطية. سعد خيري يلعب الكرة لكنها سهلة إلى هي كانت سهلة لكن برادلي جونز فلا تلف. سعد خيري طالع بالخطأ، حارس المرمى، نعم هدف أول للنصر، هدف أول من غلطة المدافع وحارس المرمى وخالد الغنام. والغنام نعم الأول لم يحتسب، الشباك تهتز الآن للنصر، نعم هدف أول من الغنام بعد تباطؤ المدافع. والدقيقة كم يا روي فيتوريا؟ هي 85-86 من عمر المباراة، سجل من خلالها خالد الغنام بعد أن تباطأ فيها المدافع وحارس المرمى استغل هذا الخطأ وسجل من خلالها. شوف الكورة الجميلة، مايكون لعبها طويلة، وخالد الغنام أبدا الغنام صاحب الهدف الوحيد، محاولة داخل منطقة الجزاء وركلة جزاء للنصر في الدقائق الأخيرة. استيقظ النصر يريد مصالحة جماهير. هدف ثاني مثلا للنصر، مرابط، نعم هدف ثاني للنصر، النصر يصالح جماهيره هنا من ملعب الباطن، يبدأ المصافحة ويبدأ المصالحة ويقول ها أنا عدت إليكم من هذا اللقاء وانتظروني في اللقاءات القادمة، وسط التصفيق والتحايا لكل من يأتي إلى النصر في هذا اللقاء. هذه جزائية مرابط، وسجل من خلالها بشكل قوي. عاد النصر من خلال هدفين في دقائق أخيرة بعدما صبد الباطن إلى حوالي 85 دقيقة، لكنه لم يصمد أمام الغنام ومرابط من خلال الهدفين. يصل بذلك النصر الآن
بهذا الفوز، بهذا الانتصار إلى النقطة رقم 7. اللعبات ملعوبة للأمام، هدف أول للباطن. الباطن يسجل برأسية اللاعب البديل حسن شراحيل أو فابيو. قلص الفارق في دقائق أخيرة. الباطن سجل الهدف الأول. الباطن الآن عاد يريد يعني في الدقائق الأخيرة. شوف يا ولد على فابيو، يا ولد على رأسية فابيو. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.